مشغول مشغول. أنا آسف. في عندنا تصوير سري بنشتغل على رياض أطفال تحقيق، وفي عندنا انتهاكات وما انتهاكات وشي زي هيك. فالصبية اللي بتشتغل هلا بتشتغل هي عبارة عن مستخدم داخل الشيء. في له جيبة من هون. بس تقدر تلعب فيه ولا تقدر تقصه ولا إشي، لأنه بتضل عندهم ما بتاخذه معك. نظارة. نظارة؟ في نظارة بتذكر عند رشا. استغل اصحابك. بيشتغل علي تمام. يعطيك العافية معالي. معك سوني زغول من راديو البلد. حاولت أنا أتواصل مع المديرية للدرك، لكن جميع أرقامها الأرضية والفرعية ما حدا بيرد. فلو يعني تتفضل إنه تعطيني رقم سيد مازن عبادات، يعني بكون شاكرة لإلك، لأنه للأسف يعني في اعتداء حاليا. عندنا خبر اعتداء على رجل من الدرك من قبل أحد النواب، وما عم نقدر نوصل للناطق الإعلامي. فإذا حضرتك تملك الرقم إنه ممكن تساعدني فيه. تفضل. نعم. يعني أنت بدك تبحث عنه حاليا، أو ممكن تساعدني تعطيني رقم حدا أقرب للدائرة؟ اتصلت ولكن كل أرقامهم أكتر، يعني صار لنا أكتر من نصف ساعة بنحاول تليفونيا. الأرضي نعم فعلا هو هيك. الرقم الأرضي الموجود على موقعهم الإلكتروني والأرقام الفرعية التنين كلها مشغولة حاليا من أكثر من نصف ساعة. مو هو أنا محاولة، للأسف أنا عندي جهاز الاتصال ومش ما فيش حدا عم برد، فأنا قلت أرجع أحاول معك لكونه إنه نحاول ناخذ الخبر أسرع يعني. أيوة معي هيو اللي هو 51 0 360 فرعي 25 30 أو 25 31، وأنا مواظبة عليه يعني. أنا قاعدة خلف التليفون وللأسف ما عم يردوا. أقرب حد ممكن يوصلني لرقمه. تمام أوكي إن شاء الله. أوكي أشكرك شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. حماد وحكيت مع ابو حماد، وابو حماد ما بيرد وبيحكي وبحاول نتصل في المديريه، واتصلنا في المديريه وعلى الارقام الفرعيه والارضيه ما في حدا. وممكن يعطينا يا السرطه ولا مين ممكن يعطينا يعني، لانه ما في حدا عم بتجاوب. مازن ما حدا بيتجاوب معنا، ما في حدا يعني هذا بقول لك انا ما بساعد، وهو نفس الارقام الارضيه تبعت المنطقه ما الارض ما حدا عم برد، ما حدا عم يرد ولا على الفرع حدا عم طيب يرد. احكي مع عامر السرطان. عامر هو هذا الاقتراح يعني. احكي مع عامر قولي له احنا بنحاول نوصل للنقطة. لا مازن ما حدا، انه انا بقول لك انا شو صفتي اني انا اعطي رقم، ما هي هذا بقول لك ابو حماد انا شو صفتي. هلا ابو حماد خلص ابو حماد مش راح يحكي، فانت تمام. احكي مع عامر السرطان وهو بيرجع. طب بعتيلي عامر السرطان على الايميل.
البيت وبرد لك عليه. بشوفه برد عليك بكره مثلا، بكره مش اليوم. يعني مثلا نفى ايش؟ وزير الاوقاف وزير الاوقاف نفى؟ شكله صارت وطبطبوا عليها مش نفى. طبطبوا عليها. راديو البلد، صوت الناس والبلد، 92.4 FM. راديو البلد، صوت الناس والبلد. متابعة سريعة لآخر الأخبار المحلية. استمع الآن من راديو البلد لموجز الأخبار. موجز الأخبار من راديو البلد تقرأه سونيا زغول. جماعة الإخوان المسلمين تنفي صحة الأنباء حول إقامة تدريبات عسكرية لأعضاء منها. تقرير يظهر أن 75% من ضحايا إتجار بالبشر هم من النساء. هيك بروح شوي، يعني هيك رح تاخذ معي ساعتين توصل. الساعة 5 مع الأزمة، ولحد ما إذا كان طبعا في باصات ما كانش فيه، يعني بدها شي ساعتين ساعتين ونص. شو زارع انت عزيز؟ طبعا خلينا نحكي اول شيء كيف درجة الحرارة اليوم لما نزلت بعز الظهر. اذا هسه نهار كيف الظهر؟ درجة الحرارة أنا متأكد إنها فوق ال 50 اليوم. بتضل يمكن 40. يعني والله أنا طايق حالي صراحة. الدنيا شوب كثير. طبعا شو زارع انت هون؟ زارع كلمنتينا وبرقدان وبوملي وليمون. يعني انت ممكن زي باقي المزارعين انك تلجأ انك تقلع الشجر الحمضيات تزرع مكانه خضروات، او توقف اصلا الزراعة مرة واحدة؟ والله أنا مفكر السنة بشيلها وأزرعها عادي، لأنه الشجر ما بينفع. تكون مجدية اكثر. المية عندنا غير صحية للزراعة نهائيا. المية وسخة ما تنفعش للزراعة. والله أنا أبويا السنة بدي يقلعها، يعني مو مستفيد منها، يعني قاعد نحط عليها أكثر من ناخذ منها. فيش إنتاج نهائيا. يعني مثلا كيلو الليمون مثلا لو بدك تبيعه مثلا، مع انه لسه ما نزلش عندنا ليمون. الليمون لسه بعده ما نزل، ولسه يعني نازل منه بالسوق، ولسه عليه حركة، صار الكيلو بدينار. نعم. مثلا الله يا حبيبتي. هو المنصور غريبهم معاكم جاء ليه؟
كان في عندنا نقص بمياه الشرب بالعاصمه، فنقلوا المي للعاصمه عمان، بس هي فعليا ما راحتش للشرب، راحت للشوارع، للنادي للبرك السباحه للمسؤولين. يعني هي قناه الملك عبد الله كانت هي اصلا قناه مؤسسه وانشئت للقطاع الزراعي على اساس ان المزارعين تستخدم لري القطاع الزراعي، الخضروات، الاشجار الحمضيات. من قبل 10 سنين تقريبا تم نقل هاي المياه بحجه انه في عندنا نقص حاد بمياه الشرب بالمناطق بالعاصمه عمان. وين بتبيعوا المحصول؟ على السوق عمان. الشو معلم الشو. وين بتبيعوه؟ الشو البندور واللاظة على شارع 60 بعمان. طيب حكوا لنا انه مسكر سوق الخضره اللي هون. في فوق بعمان. ليه مسكر؟ لانه ما فيش انتاج تودي على السوقات. مش هسه بعد العيد الاضحيه بصير يزرعوا خيار بوده. هلا شو بتزرعوا؟ هسه قاعدين بعكموا بزووا بالمزارع. عقموا المزارع عشان ايش؟ الارض ما تطلع عشب. بعكموا هي تعقيم ابيض زي اللي قبالك هذا اليوم. بعم يخلصوا بنفوا بعكموا قصدي بملشوا وبزرعوا بزبطوا بزر وانسى، يعني شغلتنا مطرمه. يعني شغلتنا الله ابو خالد. يا ولد دور فيك خليك دور فيك. في جبال راديو صوت الأغوار بيحكي همك وبيوصل صوتك وبيعبر عنك. لا تسمعونا، تابعونا على موقعنا الإلكتروني أغوار.fm. مشروع صوت الأغوار مشروع كتير مهم لأنه أعطى فرصة للخروج من العاصمة الأردنية، أعطى للسكان منطقة كتير مهمشة ومنطقة من جيوب الفقر فرصة إنه أهلها يحكوا لحالهم بدون تدخل جهات خارجية. كمان مكن المرأة الأردنية في الأغوار تعالج مشاكلها وتحكي عن مشاكلها بذاتها. ولكن حسب رأيي أهم نجاح لمشروع صوت الأغوار هو قدرتنا على تحويل مشروع صغير حولناه لمشروع إذاعة في دير علة تحمل نفس الاسم وهو صوت الأغوار. فهذا بالنسبة لنا أهم بند في نجاح هذا المشروع. وبالتحديد معنا من الفقرة الزراعية من دير علة راح تكون طبعا فقرتنا بالشؤون الشمالية، راح نتحدث عن الشارع العمومي وعن الاعتصام اللي قاموا فيه الأهالي الأسبوع الماضي. كيف إذاعة الوكيل، إذاعة الحميان، إحنا إذاعة زي ننقل مشاكلكم بالبطالة، ننقلها. يعني ضرورية يعني زي حالاتنا ما بيشتغلوش يعني. الإذاعة هذه تنفعني كمان أوصل معلوماتي للي بدي للجهات العليا. يعني هذا يعني لا ينفعنا نائب ولا ينفعنا مسؤول ولا شيء. عرفت علي؟ يعني اذا الضعيف زيك القوي اللي له واسطه يوصل، اللي زي حالاتنا احنا ما رايح بالرجلين. برنامج صوت الأغوار هو البرنامج الوحيد اللي كان بيسلط الضوء على قضايا الاجتماعيه والخدماتيه اللي بكافه مناطق الأغوار بمختلف تقسيمها الجغرافي سواء الوسطى والشماليه والجنوبيه، وهي فرصه لاهل الأغوار كانت تطرح مشاكلهم، توصل صوتهم. يعني تعرف انه مناطق الأغوار هي مناطق بعيده عن العاصمه عمان وبعيده عن مناطق صنع القرار، فمشاكلهم ما بتوصل للمسؤولين بعمان. فكان برنامج صوت الأغوار هي الوسيله الوحيده اللي كانت تطرح مشاكلهم وتوصل صوتهم وتحلل كثير قضايا من مناطق الأغوار. بحقيقة المحطة في إمكانياتها الموجودات فيها تكاد تكون صغيرة، والموجودات متواضعة، التجهيزات أيضا متواضعة، ولكن حقيقة بعد ما بدنا نحكي في البدايات، نحكي الآن بعد التطويرات اللي حصلت، أتوقع في ضمن الموجود أداء الأشخاص الموظفين هون والعاملين هون سواء على مستوى التقرير، الخبر، البرنامج، الإعداد، التحرير، أتوقع الأداء عالي. وهذه إشارة إلى أن دير علة والأغوار ووادي الأردن هي بنظر الجميع مناطق نائية، لكنها ستنجب أبناء على مستوى الإعلام سوف يفعلون الكثير.
صرت أكثر جرأة، ممكن إني أتناول أوكي أنا كنت ممكن إني أكون مهتمة بجانب ثقافي، لكن العمل الإعلامي جعلني أهتم بأكثر من مجال، بالثقافة بالسياسة بأكثر من مجال. طبعا هاي كل الأمور عملت على صقل شخصيتي حتى إني أتعامل مع أكثر من شخص، يعني مع الشباب، مع الكبار بالسن، مع الأطفال. يعني هذا شيء جميل وعمل يعني تطوير للذات. برامج حوارية مع تغطية لأهم الأحداث، أخبار، رياضة، ثقافة، فنون. لابد شباك الأمل يبعث كل هذا وأكثر على راديو صوت الأغوار. لا منيحة. ما شوفش قهوة. ابشر يا ام احمد. يعني الكاسين لا هسه تجيبي لها كاس. اذا انت تجيبي لها كاس. لا ليك كاس ثالثة. قدمت برنامج أسرتي. برنامج أسرتي بتخص الطفل والمرأة والمجتمع، يعني الحياة الاجتماعية في البيت أو حياة الأسرة. كنت من خلال البرنامج وأنا أطرح فيه يعني أحاول إيجاد حلول من خلال خبراء أو أطباء. مشكلة صحية، مشكلة نفسية، ما كان عندي مشكلة، يعني كان الحمد لله ونجح البرنامج ما شاء الله عليه. غير هيك كنت بشتغل تقارير صحفية بتخص يعني مثل أغوار، كهرباء، خدمات، بلديات، سلطة، أي إشي بتخص بين يعني بتكون في مشكلة بين المواطن وبين الحكومة، فورا بحكي معه تليفون، بجيب رقمه، وكنت بعمل معه لقاء صحفي، وبحكي مع المعنيين مع الجهات المسؤولة عشان أعمل تقرير صحفي. وكثير عندي نجحت تقارير صحفية. الجهة الرسمية كانت عادة يعني دائما تأخذ مني جانب، أو مثلا إنه بتفكر إن الصحفي دائما ضد الحكومة. هو مش ضد الحكومة، هو تقارب لوجهات نظر بين المواطن وبين الحكومة. كان بالنسبة للعضة الجرذان كانت هاي مشكلة كثير بيعانوا منها أهل المنطقة. فلما يجي الطفل ينعض أو الإنسان الكبير ينعض من يعني جردون يعضه، بده يطلع على منطقة 40 كيلو بينه وبينهم تياخذ الإبرة، وبالأسبوع بده ياخذها تقريبا كل يوم 40 كيلو. في يعني الطفل معاق بالحارة انعض، طب أمه هذا بتشيل الطفل زيك تاخذ له باص طلب. طب ليش عندنا مركز صحي، ليش ما ينجاب المطعوم عندنا هون مثلا أو المضاد؟ ليش ما ينجاب العلاج هون؟ لما حكيت مع المدير، مع مديرة الصحة، مباشرة ثاني يوم نزل كادر تدريبي على المركز الصحي يدربوا الممرضين والممرضات هناك على إعطاء هاي المصل، لأنه كانوا بيشتغلوا المرور، ما كانوا بيطلعوا لعمان وما كان في عندنا استديو، فكنت بيجوا عندي بالبيت نقعد الوحدة للتنتين واحنا بنعيد بالمادة ونقعد نظبط فيها، وعلى الريكوردر نسجلها، ما عندنا استديو، فكنا نقعد يضطروا يحبسوا حالهم بالشوب بالغرفة بدون مروحة بدون مكيف. وبالفعل يعني كانوا حتى اللي بيجوا بيشوفوا الموقع كان في فرق بيننا وبين إذاعات فعلا ومواقع إلكترونية معروفة. قد ايه شغلنا كان مزبوط، وقد ايه على أسس صحيحة كنا بنكتب التقرير. اليوم حكوا بالليل في منخفض، يعني رح تحسي هم حكوا راح تشتي. لمارا طفي المكيف ماما، يلا طفي المكيف. لا شو طفيه شغال لحاله.